السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم أسرار الجمال. مرحبا بكم فيديو جديد. كنتمنى هذا الفيديو يا ربي يلقاكم في أحسن الأحوال دائما مع الوصفات الطبيعية للعناية بالشعر والعناية بالبشرة. اليوم جبت لكم وصفة البنات خطيرة جدا في تطويل الشعر غادي يطول لك بالليل وبالنهار. إلا تبعتي هذه الوصفة فقط لمدة شهر غادي تبان لك واحد النتيجة أكثر من رائعة. غادي تصدمي في الشعر ديالك، يعني كل من تعاني من تساقط سواء كان كثيف في الشعر او لا بغات تطول شعرها، هاد الوصفه البنات خطيره 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 بزاف لتقويه البصيلات الشعر وتطويل الشعر البنات. وغبطه هاد المكونات موجودين في كل بيت. تابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر بالطريقه كيفاش غادي نحضروها وكيفاش غادي نستعملوها وشنو هما هاد المكونات. وكل المكونات كنقول لكم ان الفائده ديالهم. بالنسبه للمكون الرئيسي هنايا هو القهوه. كما كتعرفوا ان القهوه عندها فوائد عديده ومتعدده سواء كان على الشعر او البشره، وكنستعمل معكم بزاف ديال الوصفات كتلقاو فيها القهوه، ومازال غادي نشارك معكم بزاف ديال الوصفات فيها القهوه. بالنسبه لوصفه القهوه او القهوه بحد ذاتها كعنصر مهم جدا للشعر، كتعزز لنا نمو الشعر. كما كتعرفوا ان القهوه راه مجهده، يعني بحال كنقولوا انها كتفيق لنا ديك الفروه ديال الراس اولا كتوقد لنا ديك الفروه ديال الراس، كتقوي لنا بصيله الشعر، كتحسن النسيج ديال الشعر، كتحسن الدوره الدمويه. يجب فنجان القهوه في النهار راه كنكونوا فايقين، فنحسن الفروه ديال الراس وتحسن الدم ديالها، يعني تحسين الدم او تحسين جريان الدم في الاوعيه الدمويه ديال الراس، وكتقشر لنا فروه الراس ديك القشره اللي كتكون عندنا ديك الطبقه، وكتعزز لنا اللون. بالنسبه لهاد الوصفه هذه تقدر تستعملها اي وحده سواء كانت صابغه شعرها او شعرها طبيعي، يعني ما غاديش تبدل لا اللون لا حتى شي حاجه. بالنسبه لهاد الوصفه هذه غادي نحتاجوا فيها 3 ديال المكونات كما كتشوفوا: كاس ديال العنبه زيت النباتيه، زيت عاديه كيف ما كان النوع ديالها، ما كاين حتى شي اشكال. عندنا كاس ديال العنبه من زيت الزيتون كما كتشوفوا. وهنا غادي نستعمل 3 ديال المعالق كبار من القهوه. البنات القهوه ضروري تكون مطحونه قدامكم او على يديكم، يا اما تشريو البن ديال القهوه وطحنوه في الدار في الطحانه ديال القهوه العاديه اللي كطحنوا بها، يا اما تطحنوه في المطحنه ديال القهوه او ملي كتشريوه، ولكن يطحن قدامكم البنات باش ما يكونش فيها حتى شي حاجه. خاصها تكون القهوه بيور، يعني القهوه ارابيكا او العربيه، يعني قهوه عربيه ما يكونش فيها لا العطريه لا السكنجبير لا البزار لا حتى شي حاجه. البنات ضروري جدا ومؤكد، وكنأكد على هذه النقطه هذه بزاف. علاش؟ لان ديك الاعشاب اللي غتكون فيها كضرب الشعر. حنا بغينا القهوه بيور، يعني طحن على يديكم او لا تطحن قدامكم وانتم كتشوفوا السيد او السيده اللي كطحن لكم القهوه ديالكم اللي موالفين كتاخذوها. انا بالنسبه لي هنايا خديت القهوه ديالي طحنتها حتى كتولي لي رطبه بزاف. هنا غادي ناخذ كاسرونه صغيره او لا اي قدر عندك تحضر فيه هذه الوصفه، كاسرونه صغيره. غادي نحط كاس ديال الزيت النباتيه، وغادي نزيد عليها كاس ديال زيت الزيتون كما كتشوفوا. وهنايا غادي نزيد 3 ديال المعالق ديال القهوه. صراحه هاد الوصفه البنات زوينه 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 بزاف، كتخلي واحد الرائحه زوينه، كتنقي الفروه ديال الراس، كتخلي لك الشعر فيه الليونه واللمعان. ابار انها كتطول الشعر، كتنبت الفراغات، كتخلي الشعر رطب وفيه واحد الليونه واللمعان. كما كتعرفوا القهوه كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو كتوقد الفروه ديال الراس، كتوقدها، يعني كما كتوقدك انت كتشربي فنجان ديال القهوه في الصباح او لا هذه باش كتوقدي بها، كذلك الشعر كيحتاج بحال المنشطات اللي كتنشط لنا الفروه ديال الراس وكتخلي الشعر ينمو بالكثره. بالنسبه هنايا قلت لكم غادي نضيف 3 ديال المعالق كما كتشوفوا ديال القهوه العربيه، او لا تقدروا تشريو ديال الباكيه. ما كتكونش فيها العطريه، غير تجنبوا القهوه اللي كتشرو من عند العطار او القهوه اللي كتكون معطره او معشبه. صافي هنا من بعد ما ضفت ديك 3 ديال المعالق غادي نبدا نخلط الخليط جيدا حتى كتذوب لي ديك القهوه في داك الخليط، كينسجم لي الزيت مع القهوه بالطريقه هذه. عاد غادي نديرو فوق العافيه على عافيه ميله، يعني ما غاديش نوصلوا حنا درجه الغليان. انا غادي نصور لكم يعني امتى غادي تطفوا عليه العافيه. من بعد ما كتخلطوا مزيان جيدا بالخليط كما كتشوفوا الخليط صراحه غير اللون ديالو كيشهيك انك ديري هاد الوصفه هذه لشعرك او هاد الماسك هذا للشعر. صراحه زوين بزاف، لان اصلا هاد الوصفه هذه كما قلت لكم في الاول ما كتستعملها سواء كنتي شعرك عادي طبيعي او شعرك مصبوغ، لان هي اصلا الغرض بالوصفه بالفروه ديال الراس ماشي بالشعره، ماشي كتلوين للشعر. الغرض حنا غنستعملوها في الفروه ديال الراس، لان الغرض ديالنا هنايا هو
الفروه ديال الراس باش انها باش ينمو لينا داك الشعر، باش حيت كما قلت لكم انها كتنشط البصيلات الدمويه يعني وكتحفز يعني في الفروه الراس كتحفز دوك البصيلات باش ان الشعره تنوض. هادشي اللي كاين البنات. صافي هنا من بعد غادي نحطو فوق عافيه مهيله كما قلت لكم على هاد الطريقه هذه. شوفوا البنات انا هنا ما قطعتش الفيديو، ملي كتبدا يلاه كتبدا تقول اننا غادي نغلي، يلا كتبدا البنات من الجناب صافي كنطفيو عليها وكنحيدوها. راه البنات الا خليتوها تبدات كتغلي او نسيتوها فغنقول لكم غير ميوها، لان ما عندها حتى شي فائده من بعد، غتكونوا حرقتوا المكونات كاملين، حرقتوا الزيت، حرقتوا كلشي. اون فوا كتبدا تسخن يلا كتبدا ديك درجه الغليان من الجناب كتبدا تغلي صافي كنحيدوها من فوق العافيه كنحطوها على جنب حتى كتبرد. ما تنساونيش البنات الله يجازيكم بخير من اللايكات راه كيعاونوا الفيديو باش كيطلع وكيوصل اكبر عدد ممكن، وتبارطاجوه مع الاهل والاصحاب وخصوصا البنات لانهم محتاجين هذه الوصفه هذه ديال تساقط الشعر. شحال من مره كتجيني هذه الوصفه هذه ديال تساقط الشعر، وصفه مجربه 100%، يعني ما كنعطيكمش شي وصفات اللي ما مجربينش. الحمد لله انا من النوع اللي مدمنه على الوصفات الطبيعيه، يعني الوصفات كنجربهم بصفه عامه اكثر من الوصفات اللي كان انني نشري لي كابسول او لي بيلول اللي كيداروا في الشعر. صراحه ما عطوني حتى شي نتيجه، يعني واخا شريت لي بيلو شحال وشريت شحال من حاجه، يعني في الاخر كنرجع للوصفات الطبيعيه وكنجرب الوصفات الطبيعيه. ومازال غادي نشارك معكم خلطات الزيوت اللي كندير لشعري، كيفاش كنعتني بالشعر ديالي باش ان الشعر كتحافظي عليه. اون بليس غادي نشارك معكم لي كومبليمون اليمونتير. لي كومبليمون اليمونتير اللي هما المكملات الغذائيه اللي كناخذ اللي كيعاونوا حتى هما في تطويل الشعر. صافي البنات هنا من بعد ما بردات لينا واحد شويه، هنا راه باقا سخونه غير انا مع التصوير ديال الفيديو خاصني نصور. صافي هنا من بعد جبت قرعه ديال الزاج، ضروري خاصها البنات تكون قرعه ديال الزاج نقيه ناشفه من الماء، ما يكون فيها حتى شي قطره ديال الماء. صافي غادي نبدا نكب فيها الخليط كما كتشوفوا، ونفس الوقت كنبدا نكب حتى داك التخت ديال القهوه ضروري خاصو يبقى في داك الخليط. علاش؟ لان هاد القرعه هادي ما غاديش تساليها دغيا، يعني الا استعملتها كتستعمليها 2 المرات في السيمانه. الا كنتي من النوع اللي كتداومي على الحاجه وكتبغي واحد النتيجه زوينه يعني ضروري تستعملها 1 مرات في السيمانه. هذاك التخت كل ما بقى لتحت كل ما كيزيد يعطي المفعول ديالو، كل ما كيزيد يطلق المفعول ديالو باش كيفيد الشعر ديالنا. صافي هنا كما كتشوفوا انا كاع داك التخت كامل حطيته مع الخليط. صافي غادي يهبط لتحت وغادي تبقى تطلع الزيت الفوق كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. صراحه الريحه ديالها زوينه بزاف، يعني رائحه القهوه بحال كتستعملي شي شامبوان ديال القهوه اولا شي شامبوان ديال البن، يعني ريحتها الصراحه زوينه بزاف. صافي هنا كما كتشوفوا الخليط على هذا الشكل هذا خليتها تبرد واحد شويه عاد بديت كنسدها. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ به، اول حاجه غادي نهضروا على طريقه الاحتفاظ وغنهضروا على طريقه الاستعمال وكيفاش نستعملوه. طريقه الاحتفاظ انا بالنسبه لي هنايا لويتو في البابي كما شفتوا الود الفيديو، لويتو في البابي وحطيته في واحد البلاكار اللي هو مظلم. تقدروا تحطوه في شي تقشيره اولا اي طرف ديال الثوب اولا طرف ديال الكتانه كحل ما يوصلش ليها الضوء، وصافي تبقاو تستعملوها. يعني هذه ماشي ضروري تخليوها 15 يوم عاد تستعملوها من الديبار. بالنسبه لطريقه الاستعمال، الا كان عندك تساقط غزير ديال الشعر فضروري تستعملها 2 مرات في السيمانه وتبعيها تداومي عليها 2 مرات في السيمانه لمده شهر وغادي تبدا تشوفي النتيجه. الوصفات الطبيعيه البنات كيبغيو المداومه، يعني ما يمكنش انك تستعمليها نهار يومين سيمانه 2 وتقولي لا حكا ما دارش ليا المفعول ديالها اولا ما لقيتش ليفي ديالها. فضروري انهما كيبغيو المداومه البنات. وصفات طبيعيه زوينين بزاف ولكن كيبغيو المداومه وكيبغيو الصبر. البنات 2 المرات في السيمانه. من الافضل انكم تستعملوها على شعر نقي ما يكونش شعر موسخ، لان الطفيليات حتى هما اللي كيكونوا عندنا في الشعر وداك الفطريات اللي كيكون عندنا في الشعر ديال الوسخ ملي كيتوسخ لنا شعرنا راه كيمنعوا ان الوصفه توصل لنا جدر ديال الشعر. يعني من الافضل ديروها على فروه الراس تكون نقيه البنات. صافي وتغسلوها عادي، تخليوها من ساعه المكانه ساعه ونص عادي 3 ساعتين، يعني ما تفوتوش بها ساعتين مزيانه. وديري ان بوني هكا ديال بلاستيك وصافي. هادشي اللي كاين البنات. الا عجبكم هذا الفيديو ما تنساونيش من اللايكات ديالكم البنات والتعاليق اللي كتشجعني بزاف وتشاركوا في القناه. اللي اول مره كيزور القناه ديالي يشترك، ما ينساش يفعل الجرس باش توصلها اي فيديو جديد على شكل نوتيفيكاسيون وتكون من الاوائل الناس اللي كيشاهدوا الفيديو. الى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر. دمتم سالمين، دمتم في رعايه الله.